هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير يا رب دايما. لسه حالا كنت عامله لكم الفيديو بتاع الحوادث، وان احنا نخلي بالنا وان احنا ما نتحركش لو العربيه مفرزنه او الازاز مش شايفين منه او الرؤيه محجوبه باي شكل من الاشكال. وافتح الفيسبوك الاقي واحده منزله فيديو الازاز بتاعها عليه سنون ومش شايفه حاجه خالص خالص. انا خدت سكرين شوت للازاز عشان اوريه لكم، هحط لكم الصوره في اخر الفيديو. بجد بجد بجد، وبتهزر بقى تقول لك بصوا انا شغلت العربيه ربع ساعه، وبعد الربع ساعه انا ماشيه والازاز مفرزن بالشكل ده، وفرحانه ان هي ماشيه بالشكل ده. ربنا يحافظ عليكم. استنوا لما العربيه تسخن، استنوا لما الازاز يبقى واضح، الدنيا تبقى انتوا شايفين قدامكم. ما تتسرعوش في السواقه بالذات، ما تتسرعوش من فضلكم. خلي بالكم من نفسيكم. للاسف انا يعني بجد بقول لها اللي انت بتعمليه ده مش حاجه يضحك عليها ومش شطاره. انت حد كويس وحد شاطر قوي 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 قوي، فبجد خلي بالك على نفسك علشان خاطر نفسك وعشان خاطر بيتك واولادك. ربنا يحافظ عليكم في كل مكان وتكونوا امنين انتوا وبيوتكم واولادكم. من فضلكم بجد عشان خاطر ربنا ما تستهونوش في حاجه زي كده. خلاص احنا الشتاء داخل، الحاجات دي هتبقى كل يوم كل يوم كل يوم، هنصحى نلاقي الازاز عليه ايس او مفرزن او الشبوره والكلام ده كله. من فضلكم ادوا وقت ان انتوا تسخنوا العربيه قبل ما تتحركوا. وقولوا لبعض ونبهوا بعض وخلوا بالكم من بعض، وربنا يحافظ عليكم. لو انتوا بتشوفوني لاول مره ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. ولو ليكم اي سؤال سيبهولي في الكومنت، انا بقرا كل الكومنتات وبرد عليها على قد ما بقدر. ولو انتوا بتتابعوني من فتره ما تنسوش تدعموا المحتوى بتاعي بلايك عشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات تانية كتير اتمنى ان هي تعجبكم. ودلوقتي اقول لكم باي باي.